السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ومعانا فيديو جديد. تعالى نشوف الحاجة الحلوة دي عملناها ازاي. صينية رقاق كده طري للعيد، كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك. طبعا كلنا عارفين ان العيد الكبير ما ينفعش من غير صينية الرقاق. عملتها بطريقة سهلة وبسيطة وبامكانيات قليلة جدا، وفعلا مع الفيديو ده مش هنقول ان الرقاق غالي او ان احنا مش هنعرف نعمله. جبت طبعا نص كيلو من الرقاق، كان عامل معايا 8 رقاقات. مش هعمله بلبن، كان عندي شوربة جبتها كده ونزلت عليها بحتة من السمنة، ونزلت عليها بشويه من فلفل اسود. صينيه الرقاق او الصينيه التيفال اللي انا هعملها بتاخد ربع كيلو لحمه. جبت كده ربع كيلو لحمه وعصقته تعصيجه حلوه، وحطيت عليه كده 3 بصلات كبار، فرمى معايا جامد. الصينيه كانت مليانه لحمه. وبعد كده التوابل بتاعتي حطيت ملح وفلفل وبابريكا، وحطيت 7 بهارات، وحطيت ملح، وظبطت الدنيا. جبت كده الرقاق بتاعي ودهنت الصينيه بتاعتي. انا بحب اعمل الرقاق بسمنه بلدي، فانت لو ما عندكيش سمنه بلدي مش هنوقف الدنيا وهنعمل الرقاق بسمنه عاديه. بس انا حطيت معلقه من السمنه البلدي ومعلقه من السمنه العاديه. اول رقاقيه بحطها انا مش ببلها في الشوربه، انا بحطها عادي عشان تمسك لي الصينيه بتاعتي، فانا مش ببلها. وبعد كده ببل الرقاق بقى في الشوربه، وببدا اللي انا اخده. انا قلت لكم انا عايزاها اقتصاديه وسهله وعلى قد الايد، مش هنجيب لبن. وعملناها بشوربه عاديه، وزي ما انا قلت لكم بربع كيلو من اللحمه عملت صينيه رقاق جميله جدا. هما 8 رقاقات، هحط 4 تحت واحط 4 فوق. هبدا ان انا كده ابل الرقاق على طول في الشوربه. طبعا الشوربه بتبقى دافيه، فاول ما تنزلي بالرقاق في قلب الشوربه اطلعوا على طول رصيه في الصينيه. وزي ما انا قلت لك عشان الرقاق يطلع معاكي كويس وعشان يتقلب معاكي بكل سهوله، اول رقاقيه ما تبلهاش في الشوربه. اول رقاقيه خليها ناشفه يا دوبك على السمنه، وقومي جايه حطها على طول. بعد كده شايفين زي ما انا قلت لكم ربع كيلو اللحمه رمى معايا في الصينيه قد ايه، مع 3 بصلات كبار كده مع التوابل ومش عارفه ايه، فظبطت الدنيا. والبابريكا ادت لون حلو للحمه. وحطيت توابل عاديه خالص عندي من البيت، فكل حاجه كانت عندنا مش هنوقف الدنيا. ملح وفلفل و7 بهارات، وحطيت ليها شويه البابريكا، وظبطت الدنيا في تعصيقه اللحمه. هنبدا ان احنا بقى كده نعمل نفس العمليه تاني ونكررها، ونبدا ان احنا بقى نبل الرقاق، ونبدا ان احنا بقى نغطي الصينيه بتاعتنا او نضيف الاربع رقاقات بتاعتنا. لو انت حابه تحطي اكتر من كده حطي، بس فعلا الثمان رقاقات كانوا كويسين جدا. 4 تحت و4 فوق. في الوقت اللي انا بعمل فيه الرقاق كنت مشغله الفرن، عشان طبعا الرقاق مش بياخد تسويه في الفرن خالص، وهتسيبيه اخر حاجه. لو انت بتعمليه جنب اكل مش هياخد معاكي اي حاجه. وانا بحب اعمله قوي في الصينيه التيفال، علشان فعلا لما بيستوي او بينشف من تحت وبياخد لون، بتقدري ان انت تقلبيه بكل سهوله او تطلعيه من الصينيه بكل سهوله. دخلناه طبعا الفرن وخد التسويه بتاعته. اول لما بتبداي تحركيه كده بتلاقيه خلع معاكي خالص من الصينيه. جبت كده بقى نغطه حله اقل من الصينيه، وهقلب معاكم الرقاقه دلوقتي. شايفين عامل زي الفطير بالظبط يا بنات، عامل زي الفطير كده مورق ورقه ورقه، والتسويه بتاعته كانت حلوه جدا. هبدا ان انا ارجعه في الصينيه تاني، بس برضو هحط معلقه من السمنه، سمنه بلدي. حطي اي نوع عندك سمنه، مش هنوقف الدنيا. فهنحط دلوقتي حته سمنه تاني في الصينيه، وهنرجع تاني الرقاق، وبعد كده هندخله بقى يكمل سواه. طالع عامل زي الفطير، كان تحس ان هو من بره ناشف، بس كان من جوه كانت طري جدا. اللي عشان يبقى طري معاكي، اول ما تطلعيه من الفرن حطيه كده، غطيه فوطه. يعني لما تغطيه في فوطه هيطلع طري معاكي وحلو. هتقطعيه بكل سهوله، هيبقى مورق معاكي ورقه ورقه، وفعلا هيبقى طري جدا. فاول ما تطلعيه من الفرن كده وهو بيكون لسه شادد نفسه وناشف، غطي الصينيه بالفوطه وسيبيه شويه عند التقديم. هتقطعيه بكل سهوله وبالف هنا. عملنا صينيه رقاق بتاعه العيد بطريقه سهله وبسيطه. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، عشان وجودكم هيساعدنا جدا. انتظرونا الفيديو